السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد نكمل في الجزء الثامن. آسف على الإطالة. والله يا إخوتي أريد يعني أشارك كثيرا من الأشخاص لكي يختصر الطريق. فأنت مثلا عندما تكون يعني توقفنا على الرسائل عندما تكون غير مضبوطة ماذا؟ يضلك الشيطان فتصبح قراءتك خاطئة. فماذا يحدث وأنت يعني حتى عندما بدأت الاستغفار بدأت تجادل مثلا في كل مكان، يعني تقول الناس استغفروا كذا، وتخيل أنت تقوم ب يعني التقاط يعني معلومة خاطئة عن طريق هذه الحساسات التي هي غير مشتغلة، فتقوم بالصدقة أو تقوم بشيء آخر، فتصبح أنت يعني في جدال كبير كبير جدا جدا مع كل شخص تعرفه، لأنك تريد أن تقنع الناس بأن الاستغفار حقيقة شيء عجيب. ولكن الإشكال هو أنه لا تستطيع أن تقنع أي شخص، لأنك لن تهدي من تشاء، وأن الله يهدي من يشاء، ونور الله يهدي به هو، يعني هو من يهدي الله تعالى. أنت فقط تقول. فهمت؟ فأنت عندما تقوم بالمجادلة هذه فماذا يحدث لك؟ بطبيعة الحال تتنرفز، وعندما تتنرفز النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ لا تغضب، لأنه عندما تصل إلى مرحلة الغضب يأتيك صديقك القديم التي كنت يعني متفق معه في الذنوب، فيأتي ويقوم بالتحكم فتذهب الحماية. فالجدال بينك وبين أي شخص يعني في مرحلة الاستغفار وتجادل عن الاستغفار أمر طبيعي، فأنت تستطيع تصبح أنت تحب أن تقول الأشياء، يعني أصابك خير تريد أن تشره، ولكن عندما تنصدم أنت عند تلك الأشخاص يعني لا ينصتون لك، لأن الجميع ينظر إلى الاستغفار وكل يعني الأذكار نفس الشيء، أنه عبارة عن راحة نفسية، وهي في البدايات راحة نفسية. ولكن الاستغفار الذي نتحدث نحن عنه يعني أشياء عجيبة كما قلت لكم في قصتي، ويعني حصلت أشياء والحمد لله، وهذه أشياء جميلة وحصلت وما زالت تحصل والحمد لله، هذا فضل الله علينا، فنشكر الله تعالى. لذلك يجب أن تكون متأكد بأن الطريق هذا الذي تمشيه في الاستغفار هو سوف يوصلك. والمجادلة إخوتي مع شخص هو لا يريد أن يستغفر، خلاص. أنا لا أتحدث عن شخص يعني فاتح منبر، فهذا الشخص الذي يتحدث يعني فاتح منبر ويقول للناس لا تستغفروا، ذلك يعني يجب أن نجلدها، لأنه شخص يريد أن يضل الناس، يصد الناس عن سبيل الله. تخيل إخوتي، نحن نريد أن نستغفر، يأتيك شخص لا تستغفر، استغفر 100. من أنت؟ من أنت حتى تعطل شيء أمرنا الله به؟ استغفر الله، وجاء يعني في كل حكايات الرسل من قبل. فيجب أن تكون متأكد لأنك مجادلتك مع أشخاص ماذا؟ يأخذك إلى مستنقع الذنوب، لأنه هو هذا الذي يجادلك. من يجادلك؟ شيطانه وقرينه، فهو إنسان تافه، فهو لا يتحكم في نفسه، فهو يعني خلاص هنالك غشاوة هنا وهنالك وقر والقلب، فالله طبع على قلبه فلا تستطيع أن تحيي فيه، تستطيع فقط أن تدعو له، تستطيع أن تدعو له، ممكن الله تعالى ممكن يعني يخليه يعني يستجيب. فيجب أن تتأكدوا إخوتي من شيء، تتأكدوا من شيء أنه هذا الاستغفار هو الذي يوصلك. جدال مع شخص يوقعك في الذنوب، فأنت تتنرفز، بعدين تجد نفسك ذهبت إلى السيجارة، ممكن مثلا بالنسبة للبنات يعني تتنرفز مع مثلا شخص كذا كذا، بعدين تأتي تذهب يعني تتحدث عنه عند أختها، يوقعك. الجدال في الاستغفار مع الناس يكون يعني يعرفك يعني أنت في الماضي كيف أنت، فهنا الإشكال. فأنت ركز على نفسك، لا تركز على العالم الخارجي، واحد يفسق، واحد كذا، واحد يسبك، لا تبالي أبدا، لا تبالي. والله يا إخوتي كما قلت لكم في فيديو من قبل، أنا أخشى، أنا لا أتجادل. لماذا؟ لأني أخشى على الشخص الآخر، لأنه الشخص الآخر لو يقول أنه يعني ما هذا الاستغفار لا يوجد، يعني هو قال كلمة الكفر. فهمتوا يا إخوة؟ لا توصي الشخص الآخر خاصة وإذا كنت يعني أنت يعني هذا الشخص قريب منك وكذا وأمورات مثل هذه، يعني كل الأشخاص جنبهم النقاشات. فأنت مثلا كيف تخليه يقتنع بأنه الاستغفار؟ عندما يعني وجدت نفسي أنا هكذا، فألزمت نفسي بأن يكون رسول الله عليه الصلاة والسلام فينا. كيف يعني في الآية عندما يعني في شخص يعني في المسجد هنا قام يعني بقول يعني، وأنا عجبتني الفكرة أنه يعني ما كان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان الله ليعذبهم
وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون، فأنت باستغفارك وأخلاقك زفت. لا، كيف يكون فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في أخلاقك، في كل مكان، في أي شيء، يعني تتعامل مع شخص يعني تبيع له مثلا أشياء، تتعامل بالأخلاق، في المنزل مع ابنك الصغير، مع شفت مثلا الطفل الذي ترجعونه أنتم في الجامع، الطفل الصغير الذي يكون مثلا في الصفوف الأولى، ويجي شخص يرجعه. من أنت حتى ترجع شخص طفل؟ ممكن يعني الله يتقبل منا إلا بذلك الطفل الصغير. والله إخوتي هذا حدث معي، يعني طفل يعني كان أمامي اسمه ضياء، يعني هو دائما يسلم عني، أرجعه، فيعني أنا فتقدمت وقلت له وأنا أسجد والله إخوتي أبكي أبكي أبكي، لأنه خطأ. من أنا حتى يعني أرجع؟ من أنا؟ فمباشرة بعد البكاء ذلك خرجت من المسجد، كل يعني الشارع يعني فيه أمطار، فيعني وأنا في السجد قلت يعني سوف يجب أن عندما كملت من الصلاة رجعت إلى ذلك الطفل الصغير يكون يعني في عمره 5 سنوات أو شيء من هذا القبيل أو 6، فقلت له سامحني سامحني من فضلك، يعني بقيت أركز معاه حتى وذهبت معه واشتريت له شيء الحمد لله، وكان يوم يعني مشوق. لذلك يعني لا تزكي نفسك أيها المستغفر. يعني أشوف أتفه شخص في الكرة الأرضية ممكن هو يدخل الجنة ونحن لا ندخل. لا تزكي نفسك، لأن بتزكيتك لنفسك ماذا يحدث؟ تصبح أنت تقول ماذا؟ أنا لا أخطئ. تصبح ماذا؟ مركز على العالم الخارجي، فيصبح أنت يعني فيك يعني ذنوب كثيرة وفيك أخطاء كثيرة، فيعني تصبح أنت تكابر تكابر إلى أن تصبح قلبك خلاص أسود، فلا تستطيع أن يقنعك أي شيء. فنكمل. فالجدالات هذه هي شيء مشكل كبير. فتخيل أنت تتجادل مش عارف أنا في أسرتك، والله أنت مع والدتك كذا، وأنت تنفعلين ويعني ترفعين صوتك، وقعت في ذنب أو إشكال. يجب أن تصبر 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 حقيقة، لأنه ما ينتظرك إخوتي، ما ينتظرك أشياء حسية، ليست فقط يعني حلول لمشاكل كذا كذا. إلى هل رأيتني أتحدث عن المال؟ هل وجدت محمد يتحدث عن المال؟ المال بطبيعة الحال كان يأتي، ولكن كان الإنسان كما قلت لك سقطات كثيرة كثيرة جدا، كما قلت في حكاية عن محمد الحجازي. فالحمد لله الشيء الذي يخلي شخص مثلي أنا ويخرج يتحدث بوجهه وبهذه الطريقة، اعلم 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 بأن هذا هو الطريق. من شخص فاشل كان الله منعم علي وأعطاني نعم، ولكن قلت أنا أوتيتها على علم، يعني بجهدي، فذهب كل شيء، السمعة كذا كذا كذا، يعني الحمد لله. الحمد لله أن الله يعني الحمد لله، يعني كانت ممكن الأمور يعني تصل إلى أسوأ وأسوأ، كما شخص يعني ممكن يعني العمل يذهب، كل شيء يذهب، فالإنسان يحذر من هذا الشيء. فبالنسبة لي المال إخوتي، والله يوم يعني كنت يعني في المسجد ودعوت الله تعالى في السجود، قلت له يا الله يعني المال فقليل من المال، فسبحان الله الآية القرآنية فالآية التي تتحدث بمعنى أنه لو بسط الله رزق العباد يعني انفلتوا. فأنا بعد سجدت، عندما سجدت قلت الله يا الله أعلم بأن ممكن أنه كذا كذا، ولكن أنت غيرني يا الله، يعني أريد يعني أن أسرع العملية. والله مباشرة عندما خرجت من المسجد وجدت نفسي سقطت. أقسم بالله لا تزكي نفسك ولا يعني ولا تجادل، خلاص استسلم. أنت لا تعرف نفسك، والله يعطينا الله المال، كل شخص فينا، في أشخاص يعطيهم 30,000 دولار كذا لأنه هو يستحق ذلك، فممكن المال ممكن أنه يقتلك وتهلك نفسك، يعني تذهب إلى جهنم. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، وأسف على الإطالة، إن شاء الله تكونوا لا بأس عليكم.